ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ البتنجان المخلل. طبعا كل الناس بتعشق البتنجان المخلل، بتحبه كده جنب الاكلات المعينه. بجد طعمه تحفه والتتبيله بتاعته باينه جدا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين وتكون خفيفه على قلبكم. يلا بينا دلوقتي نشوف ايه هي المكونات مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده قلينا البتنجان معانا القمر دوت كده، خلاص قليناه كده وظبطناه. هنبدا بقى دلوقتي نعمل له اطعم تتبيله ممكن تعمليها البتنجان كده المخلل، حاجه كده تحفه. وطبعا البتنجان تقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. يلا بينا كده نشوف ايه هي المكونات معانا الثوم، معانا كده 3 عصاير كده من الليمون، ومعانا 3 ليمونات يعني وعصرينهم، ومعانا الملح والكمون بس مش اكتر، ومعانا الفلفل والطماطميه دول، ومعانا طبعا الاساسي الخل. هنروح بده كله كده على الخلاط او الكبه بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي هننزل كده بالفلفل والطماطمايه، وهننزل كده بالكمون والملح والثوم. طبعا تكتري الثوم براحتك خالص. هننزل كده كمان بالثوم والليمون والخل، وكده هتعملي اطعم تتبيله للبتنجان بتاعك. بجد حاجه كده تحفه. هنضرب كل الحاجات دي كده مع بعض ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. ودلوقتي هننزل كده بالتتبيله القمر دي كده على كل الكلام ده. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي لعشاق كده البتنجان المخلل. ريحتها تحفه التتبيله دي. ودلوقتي هنقدمها كده في طبق تقديمنا ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في القمر ده؟ حاجه كده تحفه جدا، حاجه كده فظيعه. ريحه التتبيله بتاعه البتنجان تحفه جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم باذن الله تعالى. ويا رب تقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. طبعا التتبيله دي طعمها مع البتنجان كده وهو مقلي كده حاجه كده تحفه جدا للتقديم. بجد حاجه كده مع في وسط الاكل، حاجه كده فظيعه. تقدري تقدميها بقى مع باميه، طبق باميه، طبق كشري. بجد حاجه كده تحفه جدا. بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. وبقبل جدا النقد عادي جدا، بس اهم حاجه ان يكون باسلوب محترم جدا. بشكر بجد كل حد بيدعمني وبيقول لي كومنتوا بطريقه باسلوب كويس ومحترم زيه، عشان بجد كلمه طيبه صدقه. بتمنى يا رب كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. ودلوقتي نقدر نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.